السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا ومشاهدين قناة أبو زهرة الزراعية، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد هنتناول فيه طريقة ومميزات الخدمة الشتوية لأشجار المانجو. الخدمة الشتوية يا جماعة اللي هي إضافة الكمبوست أو السباخ البلدي أو سباخ السير، أيا كان بقى سبلة الكلام ده مهم جدا ويجب عدم إهمال الخدمة العضوية، لأن في معظم المزارع بتهمل إضافة الخدمة العضوية اللي إحنا بنحطها تحت شجر زي ما حضراتكم شايفين. إهمال الخدمة العضوية دي بيقلل من عملية الإنتاج بنسبة كبيرة جدا، قد تصل إلى 15%. لأن عدم وجود الخدمة ما بقاش فيه أساس للجدر تحت يشتغل عليه، ما بقاش فيه العناصر الميسرة زي ما هنتكلم بقى في مميزات الخدمة. فقبل ما نتكلم عن طريقة وضع الخدمة، احنا هنتكلم الأول عن مميزات الخدمة الشتوية ومواعيد الخدمة الشتوية. أول حاجة نتكلم فيها مميزات الخدمة الشتوية. المميزات بتاعت الخدمة الشتوية وهي إضافة الكمبوست أو السباخ البلدي أو أي نوع. وإن كنت إن أنا عليا تحفظ على الكمبوست، أنا بفضل السباخ البلدي اللي هو بيبقى ما فيهوش رطش كتير ومتحلل أو ناعم أو مطحون، ويكون متشمس بطريقه كويسه، على اساس ان انا اضمن ان هو خالي من البذور بتاعه الحشائش والكائنات الممرضه. دي اول حاجه. تاني حاجه مميزات الخدمه الشتويه يا جماعه، طبعا احنا بنضيفها في الاراضي الرمليه. من اهم المميزات بتاعتنا انها بتحتفظ بنسبه كويسه جدا في الرطوبه بتاعه التربه، وخصوصا في الاراضي الرمليه الخشنه. بتقلل من عمليه التصرف الكبير بتاعها، فبتخليها تحتفظ بنسبة رطوبة، وبالتالي طالما في نسبة رطوبة يبقى فيها نسبة عناصر غذائية. تاني حاجة إن هي بتعمل على توازن حراري هوائي مائي، بمعنى إن بنلاقي في تحت الشجرة في توازن في جميع الاتجاهات، سواء في تدفئة الجدر، سواء في التنفس بتاع الجدر، أو في الرطوبة المحتفظة فيها تحت الجدر. تالت حاجة إنها من المميزات بتاعتها انها بتحسن من بناء التربه، بمعنى ان بتعمل على تماسك الحبيبات في سبيل انها تخلي التربه الحرشه او الخشنه قوي ما تصرفش الرطوبه بتاعتها، وبالتالي ما يبقاش المواد الغذائيه او العناصر يبقى سهل انها تهلك في التربه تحت او تتصرف تحت، فيبقى فيه اجهاد على الجدر. خامس حاجة إنها بتدي لون غامق للتربة، فده بيساعد على تدفئة الجدر في الأوقات اللي بيبقى عندنا فيها البرد شديد. فمن مميزات الخدمة الشتوية حاجات كتيرة جدا، يعني احنا يعني زي انها بتقوم بتخليب بعض العناصر عن طريق ان هي بتدي مادة اسمها المادة الدوبالية. المادة الدوبالية ديت مع الري ممكن بتقوم بعملية تخليب لبعض العناصر، فتساعد على تيسير الامتصاص بتاعها في التربة. دي مميزات الخدمة الشتوية بشكل عام. طيب التوقيت المناسب بقى لوضع الخدمة الشتوية بالنسبة للمانجا. التوقيت المناسب هنا بيختلف من منطقة لمنطقة. في منطقة مثلا ممكن تحط الخدمة الشتوية فيها بدري شوية قبل ديسمبر، في منطقة ممكن تحط في ديسمبر، في منطقة ممكن تحط في يناير، على حسب درجة الحرارة والسكون بتاع الشجرة بتاعي. أنا النهاردة درجة الحرارة بتاعتي وقت ما أحس إن درجة الحرارة بقت برد لدرجة إن أنا أبقى متأكد إن الجدر سكن، خلاص أبدأ بوضع الخدمة الشتوية. طيب أو كيفية وضع بقى الخدمة. اول حاجه ان انا لازم افحت خندق بالشكل ده كده. الخندق ده يبقى طوله على الاقل ما يقلش عن 80 او 75 سم، بيبقى عرضه عرض الفاس، والعمق بتاعه من 30 ل 40 سم. ناتج التربه بتاع الحفر، ناتج الحفر بنفسه انا بحط عليه السباخ البلدي والصور والكبريت زي ما حضراتكم شايفين كده، او الجبس الزراعي. لازم ما ينفعش ان انا اضيفه في قلب الحفره تحت، ما ينفعش ان انا اضيف هنا. الخدمه تنضاف فوق على ناتج الحفر كده، وابدا انزلها مع تقليبها بالرمل اللي هو ناتج الحفر بتاعي. بعد ما ردمت الحلقه النفق بتاعي خلاص، هنا السباخ البلدي كون ان هو اتحط وتقلب مع التربه مع الصبر والكبريت، فهنا بقى اصبح ان هو في بيئه بتساعد على تخمر السباخ البلدي دوت او الكمبوست، فيحصل نوع من القمر اللاهوائي، فبينتج عنه كائنات حيه اللي هي بنسميها مايكرو اورجانيزم. الكائنات الحيه دي بتقوم بتثبيت العناصر كافه، لان هو العنصر السباخ البلدي نفسه هو بيديني الكائنات الحيه الدقيقه دي، اللي هي بتعمل لي حاجه زي بايو فرتلايزر، اللي هو التسميد الحيوي اللي انا هستفيد منه.
بتمسك العناصر، بتثبت لي عناصر الازوت، زي مثلا البكتيريا اللي بتثبت لي الازوت وبكر مثلا بتثبت الازوت الهواء الجوي. بتثبت لي العناصر الموجوده في التربه. ممكن تعمل لي بطريقه غير مباشره على تخليب بعض العناصر عن طريق الماده الدبليه اللي هي بتنتج نتيجه تخمر السباخ ده، فبيعمل على تخليب العناصر العناصر اللي موجوده في التربه على اساس ما يحصلش ما بينها تفاعل فتبقى تصبح ميسره للامتصاص. احنا بنعمل النفق ده نفق يمين ونفق شمال الشجره. النفق ده ليه شروط، اهم حاجه لازم يكون عندي مجموع جذري كده بقطعه، لو ما عنديش مجموع جذري بقطعه يبقى لازم اخش على الشجره لحد ما اظهر جذور واقطعها بالشكل ده. لكن ما تبقاش نسبه الجذور كبيره، يعني لو لقيت نسبه الجذور كبيره يبقى ابعد خارج الشجره، لكن لو الجذور قليله ادخل سنه على الشجره، على اساس لو انا ما قطعتش مجموع جذري انا مش هستفيد من الخدمه دي. ولو الخدمه كانت بعيده عن منطقه انتشار الجذور اصبح برضو ملهاش اهميه. دي اهم حاجه في وضع الخدمه الشتويه، لازم تكون قريبه للرطوبه وتتخمر في ماء الري كويس. لازم تكون في جذور متقطعه، ما تبقاش بعيد عن الجدر، عشان خاطر اقدر استفيد من الخدمه الشتويه بتاعتي استفاده كامله. دي كل الحاجات اللي احنا كنا عاوزين نتكلم فيها في الخدمه الشتويه، اللي هي مواعيدها، مميزاتها، طريقه الاضافه بتاعتها تحت الشجر. طبعا بنيجي في العام القادم بنعمل النفقين دول في الاتجاهين الايه العكسيين، يعني احنا شمال وجنوب، هيبقى في المره اللي جايه هيبقى شرق وغرب. تمام كده؟ يبقى لازم الخدمه الشتويه تتعمل سنويا، ولو ما كانش في امكانيه انها تتعمل سنويا ممكن تتعمل سنه وسنه لا، على حسب حاله الشجر عندي. في الحاله ديت اضمن محصول كويس جدا، حتى لو انا عندي تقصير في التسميد اللي هو الكيماوي هيبقى عندي الشجره تحتيها على الاقل جزء تقدر تستفيد منه، سواء عن طريق البكتيريا النافعه اللي هي موجوده اللي نتجت عن طريق السباخ او الكمبوست، او عن طريق التحلل بتاع الكمبوست نفسه. كان معكم المهندس حسام ابو زهره، استشاري مزارع المانجو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.